مدرب، هذه أسوأ اختيار تكون عند أي إدارة في العالم. وغالبا بنسبة 99% الإدارة تختار المجموعة ما تختار المدرب، حتى لو كان المدرب على صواب. أنا أكلمك بمنطق، ما أكلمك بسوالف عاطفية ومدري وشو علشان أرضي فلان وأرضي علان. أنا أتكلم بمنطق. الإدارة لما تكون أنت أمام مفترق طرق، إما المجموعة أو المدرب، في الغالب ستختار المجموعة، في الغالب، حتى لو المدرب على صواب. ومع الأسف أنا أقولها إن اللعيبة خذلوا الإدارة وخذلوا أنفسهم. حتى طريقة اللعب البارح، مع احترامي وتقديري، أنا من يوم شفت طريقة اللعب أو عفوا من يوم شفت الأسماء اللي شاركت، أول حاجة سألت عنها خيبري مصاب. مفترض خيبري وعلي الحسن يلعبون هذولي أساسا. عموما أنا ما راح أتكلم عن الأمور الفنية ولا راح أتكلم عن أي شيء آخر. أنا اللي أقوله، لست ضد التغيير، لست ضد الإطاحة بالإدارة، لست ضد أي شيء، ولكن أنا ضد أني لازم الآن يلا امشي. الآن أنا عندي كاس أبلعب نص نهائي، أبلعب نص نهائي. ليه ما قلت مع المدرب؟ كيف؟ ليه ما قلت مع المدرب؟ ما اسمعك. ليش ليه ما قالت الإدارة؟ ليه ما قالت الإدارة؟ خلاص الإدارة وصلت إلى ثلاث طرق مع المدرب، إما أنه يستمر ويسوي اللي يبيه. يا خالد أنت تبي خالد تبي تخرب عناد. لا. طب أنا فاهم فكرتك. الحين المدرب ما له ذنب. طب الحين من بيمشي؟ ما قلت أنا، ما أقول لك إن ما له ذنب. أنا أقول لك إن الأخطاء، شوف، أنا اللي أعرفه إن الإدارة حاولت بشتى الطرق إنها تتكلم مع المدرب إنه يغير من طريقة اللعب اللي ناوي يدخلها والأسماء. وكان أول مرة تناقش في طريقة اللعب، أول مرة، خاصة بعد ما بين إنه خلاص. والمشكلة إن غارسيا، إن أي لاعب يأخذ عليه مأخذ ما عاد يبيه، مرة ما عاد يبيه. يعني خلاص أخذ موقف ما عاد يبيه. فالرجل أخذ موقف من سلطان الغنام ومن عبد الرحمن غريبة ولا عاد يبيهم، وقال إني راح ألعب مباراة الهلال 5-2-3. طب بسألك سؤال. تفضل. تدري التشكيلة بعد إقالة غارسيا في ليلتها طالعة في تويتر؟ إيش؟ تشكيلة طالعة في تويتر بعد إقالة غارسيا. أنت تدري بذا الشيء؟ لا تسوي نفسك ما تدري. أقسم بجلال الله والله إني أول مرة أسمع الكلام هذا منك. أقسم بالله أنها طالعة والله إني 4-4-2. ما شفتها أنا. إن النصر بيلعب 4-4-2. قصدك يعني على الكلام اللي ينقال مدرب لاتيني والكلام الفاضي هذا. لا مو بكلام فاضي. التشكيلة نزلت وطلعت 4-4-2. طلعت بالأسماء يعني. أنا بسألك بلاش طلعت بالأسماء يعني ولا؟ شوف خالد لا تجلس. شوف خالد إذا بتتناقش معي لا تجلس تحاول تاخذ لي دور بطولة على حساب أحد. اسمعني تتناقش معي بعقلانية حياك الله، لكن تبي تسوي فيها لا سالفة طلعت التشكيلة وأن هناك من يخطط وهناك من يضع الطريقة. لا هذا كلام مو بعقلاني. لأن أنا اللي أعرفه، اسمعني بس، أنا اللي أعرفه إن كان في هناك من مسيرين النادي تضايقوا من طريقة اللعب بعد ما طلعت الأسماء. أنا اللي أعرفه متأكد منها 100%. من مسيرين النادي؟ خالد عيب عليك. طب من هم مسيرين النادي؟ خالد عيب عليك. عيب علي ليه؟ عيب عليك لما أتكلم معك تقول كذا. أنا جيت تقديرا لك، يا تتكلم معي باحترام ولا خلني أمشي. طب أنا وش خطيت فيه الحين؟ لا جالس أتكلم معك وتضحك. عيب. أضحك لأنه أنت نفس الكلام اللي تقوله أنا أقوله. لا عيب عليك يا خالد. أنا جيت ترك أشغلتي في الخاص وجيت تقديرا لك، يا تتكلم معي باحترام ولا خلني أطلع. طيب مسيرين خلاص النادي أول شيء اعتذر عن اللي سويته تو. وش سويت؟ عن الضحك اللي ضحكته تو وأنا أتكلم. أنا أضحك لأنها نفس الفكرة يا خالد. أبى أطلع. أقول لك التشكيلة 4-4-2. ما لي دخل في الكلام هذا. هذا كلام ما لي دخل فيه. خالد أنا أقول لك. طيب أنت خالد تقول لي المسيرين النادي. خالد ما راح أكمل معك لين تعتذر عن اللي سويته. أعتذر من إيش؟ تعتذر عن اللي سويته ولا بطلع يا خالد؟ عشان الموضوع يمشي بس قل اعتذر والموضوع بسيط يا أبو تركي. لا سالفة إني أتكلم معك وتضحك هذه ما أقبلها. يا تتكلم معي بأدب ولا بطلع. نفس الفكرة. أنت خالد آخر مرة بقولها، أطلع ولا بتعتذر؟ لا فك. الله يستر عليك. سلام عليكم. الله يستر عليك. في أمان الله.
مش